ازيك يا ميدو؟ منى مساء الفل وكسان طيب. من طيب يا ميدو، رمضان اخبارك كريم. ايه؟ الله اكبر. رمضان رمضان بقى كريم يا شباب. رمضان كسان كريم. طيبين يا جماعه. كسان طيبين. ميدو بتعمل ايه في رمضان؟ بعمل ايه في رمضان؟ والله عامل روتين. عامل روتين يعني بصحى مثلا الساعة 10، يعني ده لو صحيت متأخر. آم، لو قعدت نص ساعة في البيت هفطر فبنزل. اه والله. والله العظيم. بنزل بقى اروح لامي اقعد معاها شويه. اونلاين ميتينجز، لو في مشوار اعمله بتاع لغايه لما بتيجي الساعه 3 بالظبط. الساعه 3 بالظبط بيجي لي مدرس البيانو بيقعد معايا ساعه. وبتعلم دلوقتي اقرا نوتة وشغال 100 100. وبعد ما بخلص درس البيانو بنزل امشي ساعة. بمشي على النجيلة حافي. النجيلة اللي بتبقى واخد الشمس طول اليوم بتكونسيوم كل الطاقة السلبية من جسمك. بعد كده بفطر كاربز وسلطة، اروح اتمرن، وبعد التمرين اكل البروتين واريح كده ساعتين كده وبتاع، اصلي العشاء، وبعد العشاء بشويه كده انزل اروح بقى البرنامج بتاعي. انت من الناس اللي انا عارف انها بتشتغل جامد قوي بره رمضان. انت بتطفي مكان في رمضان ولا بتشتغل في رمضان؟ انا بشتغل. بتشتغل بشتغل تتفرج على حاجه؟ قصدك بشتغل يعني شغل كشغل ولا؟ بشتغل. لا بشتغل. لا بشتغل. بس ما ينفعش الحال يقف شهر كتير. خلي بالك الحال يقف انت شهر. مش من الناس بتاعت بعد العيد؟ لا خالص. انا بالعكس. انا بكره الناس بتوع بعد العيد. بكره الناس بتوع بعد العيد. انا اشتغل. على فكره عايز اقول لك على معلومه. يعني الناس يعني ايه بتاخد اعذار بالصيام. انت طول ما انت صايم الانرجي بتاعتك احسن واقوى، ونشاطك احسن، كل حاجه احسن. while you're fasting. انت عمرك شفت حيوان كلب، ذئب، نمر، ايا كان، عمرك شفته وهو جعان ما كلش بقاله يومين نايم؟ لا. امتى بتلاقيه نايم؟ لما بياكل يعني؟ لما بياكل. احنا حيوانات برضو. طول ما انت ما فيش اكل في جسمك الاليرت بتاع جسمك بيعلى، الاميونيتي سيستم بتاعك بيقوى، بيبقى عندك انرجي اكتر. فالفكره بتاعت اصل احنا صايمين وبتاع دي فكره ضد العلم. تتفرج على حاجه في رمضان؟ والله انا مش بتاع تمثيلات قوي بصراحه. بس عشان نور النبوي يعني حبيته جدا في الشغل بتاع فيلم الحريفه. فبتفرج على امبراطوريه ميم، وانا اصلا بحب خالد النبوي، وعجبني الفكره بتاعت ان هم قلبوا ان فاتن حمامه الله يرحمها للراجل هو اللي مراته ماتت، والولاد اللي شغالين فيه لزاز لايت يعني. تابعه بقى؟ لا مش متابعه قوي يعني، بس اتفرجت على حلقتين انا كده. بتفرج على الكبير الصراحه. كبير كونسيستنسي لطيفه قوي، كل سنه بيعمل حاجه بتليق على كل الاعمار وكل بس مش عارف. انا مش عارف ده هل دي حاجه موجهه ولا ايه، بس قاري تعليقات سلبيه كتير والله. مش عارف، ما اتفرجتش على ولا. انه ايه يعني؟ ما اعرفش يعني، انه ما اعرفش ان هو بايخ السنه دي، ما اعرفش. لا بس هو انا في رايي ان هو يعني مناسب للعيله. يعني انا بتفرج عليه كتير قوي. انا بحب احمد مكي مع الولاد يعني. بحب احمد مكي. ولادي بيحبوا ميكي وبيحبوا وانا بحب الحاجات اللي احمد بيعملوا كاركترز حزلقوم والحاجات دي. انا بحب احمد مكي بنت جدا. لذيذ. راجل شاطر وما اعرفوش كويس، بس اعتقد ان هو شخصيه كويسه يعني. بحس دايما ان هو لما بيطلع يتكلم ان هو شخصيه متزنه وكويسه. صح. طب انا اسالك سؤال. الناس كانت بتسال، قالت لنا نسالك انت كنت بتصوم في رمضان وانت بتلعب في اوروبا؟ لا طبعا. وانت بتلعب ما كنتش بتصوم؟ لا. ها؟ ليه بقى؟ لا لان يعني مثلا معظم السنين اللي انا كنت بلعب في اوروبا كان رمضان في الصيف. انت بتتكلم في المغرب الساعه 10 الا ربع بالليل، والفجر الساعه 2 الا ربع. انت مطالب ان انت تبقى بتلعب كوره، وان انت تبقى بتتمرن، وان انت تبقى بتلعب ماتشات. وبعدين في رخصه يعني الازهر الشريف نفسه هو اللي مديها للعيبه ان انت ده شغلك. زيها زي العيان، دي رخصه رسمي من دار الافتاء. فلا صعب جدا ان انت تبقى بتلعب في الليفل ده. يعني انا فاكر حسام غالي مره كان صايم في ماتش توتنهام وليفربول وطلع بين الشوطين. والله. طلع بين الشوطين، مش قادر يجاري
بصراحه الموضوع برضو صعب. انا مش متخيل لا ان انت لا، يبقى عندك ماتش. 45 دقيقه بتجري وانت اصلا صايم من لا اول هو يوم. ماتش الساعه كان، انا فاكر الماتش ده تقريبا كان 5 المغرب، وكان الفجر الساعه 2، وحسام اصر ان هو يفطر، اوكي فير انف يعني، هو تمسك وبتاع، لكن ما قدرش يجري قدام كان ساعتها بيلعب 3 في نص الملعب، الونزو وجيرارد و... اسمه ايه بتاع الارجنتين؟ مش فاكر اسمه ايه، بس كان 3 جامدين قوي يعني، هفتكر لك اسمه هيجي في دماغي. لعيب كبير قوي يعني، مدرب دلوقتي في الجهاز في الكوتشنج ستاف في الارجنتين. ماسكيرانو صح. صح. فكان طبعا الورك يعني مش قادر ان هو يجاري يعني. بس بكل صراحه، لو ابني صمم ان هو يلعب ماتش جامد وهو صايم، مش هلعبه الماتش. فعلا الدرجه دي؟ طبعا. طب اصل انا كنت عايز اسالك على السؤال ده. موضوع الميه كروشال يعني، خلي بالك موضوع الميه، انا بالنسبه لي ماشي حتى لو مش تاكل مش مشكله، بس الميه كروشال. انت محتاج فلويدز ومحتاج ده عيل اصلا. بس انت بسالك سؤال، انت جربت تلعب وانت صايم؟ لا ما بلعبش وانا صايم. ما لعبتش ولا مره وانت صايم؟ لا. ما جربتش تلعب وانت صايم؟ لا. انت الكيس اللي شفتها انا حسام غاني صح؟ انا لا شفتها في حاجات كتير. اه. انا لا بعاند ربنا ولا بعاند العلم، يعني حاجتين ما بعاندهمش. ربنا مش عاند ربنا اداني رخصه، قال لك ان انت لو عندك شغل وحاجه ان انت كذا، الشيوخ اللي قالك كده، ولا الناس بتسمع كلام الشيوخ في اللي هم عايزين يسمعوه بس؟ لا صح. الحاجه الثانيه ما بعاندش العلم، ده علم ساينس. ان انت تخسر كميه الملح ده من جسمك الصوديوم ده من جسمك، وتخسر كميه الميه دي من جسمك، وما تبقاش ان انت بتعوضها. عادي جدا، ممكن عادي جدا يجي لك هبوط في الدوره الدمويه مره واحده تموت. يعني عادي جدا يعني. بس انت عارف انا بسالك السؤال ده ليه؟ لان الناس سالتنا انا برضو انا اسف يا محمد، انا مش بدعو الناس ان هم كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس انا مؤمن ان لا ان لعيب الكره اللي بيلعب في ليفل عالي وبيتمرن مع ناس توب بروفيشنالز وناس بتاع ممكن. وفي ناس بتقول ان صلاح بيصوم دلوقتي في الماتشات اللي زي دلوقتي، ممكن يكون متعود هو لا هو مش صلاح بس يعني، في لعيبه كتير قوي. خلي بالك دي مشكله كبيره في فرنسا بالذات. تعرف ان الاتحاد الفرنسي النهارده مشى 4 لعيبه في المنتخب الاندر 19، منهم لعيب جامد قوي بيلعب في اليوم، عشان رفضوا ان هم يفطروا، مشاهم المعسكر. يعني الاتحاد الفرنسي قال للعيبه بتاعت المنتخبات الوطنيه اللي هيصوم ما يجيش. they don't want to take any responsibilities. مش حد يحصل له حاجه، ان حد يحصل له حاجه منه. لان خلي بالك، ما انا بكلمك ده ضد يعني في دكاتره بتقول الكلام ده، مش ميدو ولا محمد ولا بتاع. فالاتحاد الفرنسي النهارده لو دخلت شفت مشوا 4 لعيبه من المنتخب الاندر 19 وفرنسا مقلوبه. انا ما كنتش ناوي اسالك على السؤال ده الصراحه، بس بما اننا احنا عند الحته دي، انت ايه رايك في اللي حصل؟ ربنا يا رب يشفيه، يا رب يشفيه ويقوم بالسلامه احمد رفعت يا رب ان شاء الله. انت ايه رايك بما اننا بنتكلم عن احنا في شهر رمضان وده حصل يمكن في وقت يعني دوب الراجل ما كانش بقاله كتير صايم يعني، فانت ايه رايك في اللي حصل لاحمد رفعت والتعامل مع الموضوع؟ يعني انا بفكر وانا اقول لك رايي، يعني انا اقول لك رايي، بس انا عايز اسمع رايك. اللي حصل نفسه لاحمد رفعت يعني اتس اوكي ان انت تلعب وانت واكل اكل متدرج. ما هو ده بقى ايه النولج اللي لازم الدكاتره ينقلوه للعيبه، ان انت واكل اكل متدرج ما فيهوش سكر كتير قبل الماتش. يعني انت اي حاجه بتتحول، اي حاجه جسمك بيحولها لسكر لجلوكوز، فجسمك بيفرز انسولين. ده خطر جدا ان انت تلعب معاه ماتشات او تتمرن تمرين في هارت ريت بتاعك يكون فيه بيعلى عن 80%. خلي بالك، هل في حد بيقول للعيبه الكلام ده؟ لا طبعا. هي دي المشكله شك يعني. تمام. فالنهارده خلي بالك بقى ايه اللي بيتحول لجلوكوز؟ العيش، الحاجات الفرايد، كل الكلام ده، المكرونه. يعني اللعيبه كلها بتاكل المكرونه على الفطار ويقول لك ده كاربز عشان اقدر ان انا اجري. هي دي اللي ممكن تموتك، لان فيها جلوتين. الجلوتين ده بيتحول لجلوكوز. الجلوكوز ده بيخلي جسمك يبلوك يعني مواد معينه بيفرزها،
فتساعدك إن على الانرجي بتاعتك، عشان جسمك لما بيفرز انسولين كتير، ف يعني ايه الانجليزي بيقول لك ايه، بيقول لك بيكيب الانرجي والفاتس فور ريني داي. فور ريني داي يعني فور ايمرجنسي يعني. فاهمني يعني بيفتكر ان انت يعني مين بيقول النهارده فين اللي انت بتقولوه للعيبه، فين اللعيبه كلها بتاكل اكل غلط على الفطار. المشكله مش في الفكره ان انت العب في رمضان، كان مين بيقول؟ دي الحاجه التانية، المعلومات اللي عندي المؤكده ان احمد رفعت كان واخد سبلمنتس، كان واخد حاجات قبل الماتش يعني، كان واخد قبل الماتش حاجات سبلمنتس، حاجات تساعده على ان هو يعني يبقى عنده انرجي. بس هو مظلوم برضه، لان هو الناس ما تعرفوش ان احمد رفعت قعد 4 شهور ما بيتمرنش خالص. ليه؟ انا ما اعرفش. كان عنده مشكله كبيره، كان عنده مشكله كبيره جدا، كانت منعاه من التمرين لمده 4 شهور. فهو يعني مشكله صحيه يعني؟ لا اوكي، مشكله تانية. انا بحاول افهم اذا كان نربطها يعني باللي حصل. لا مشكله تانية. المشكله دي منعته ان هو يتمرن 4 شهور. فعايز يرجع بسرعه، فبياخد حاجات تساعده ان هو يرجع للتوب فورم بتاعته بسرعه. فدي واحده من الحاجات اللي ما حدش قالها. انا بقول لك هنا في اللي ما اتقالش، انا عارف القصه الحقيقيه يعني. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه بقى ناحيه الارينجمنتس وناحيه العبث والتهريج اللي حصل واللي بيحصل واللي حصل قبليها. طب النهارده فين اتحاد الكره ورابطه الانديه، وفين دورهم ان هم يجبروا الانديه ان هم يعملوا كشوفات طبيه وتحليل دم كامل وايكو على القلب وكل الكلام ده قبل بدايه الموسم عشان يديك الرخصه ان انت تلعب؟ فين شركات التامين؟ واللعيبه دي مؤمن عليها ولا لا؟ النهارده واحد زي احمد رفعت النهارده ممكن ان هو حتى ربنا يشفيه يا رب باذن الله، ويرجع بس يعيش مع اهله، تمام؟ يا رب ان شاء الله. تمام، بنسبه 90% ممكن ما يلعبش كوره تاني، صح؟ صح؟ طبعا. ممكن. فين الانشورنس؟ فين اللي عوضه؟ فين اللي عوض عيلته؟ مش بس كده ميدو، انا معلش انا اسف على كلامك، بس انا لما اتكلمت قبل كده في موضوع الانشورنس ده الناس زعلت ان انا قلت ان مين اللي زعل؟ في ناس زعلت ان انا قلت ان مفيش لعيب بيقيد في اي دوري في العالم في اي نادي في العالم من غير ما يكون معمول عليه انشورنس، وان احنا واحده من البلد القليله جدا لا يا حبيبي اللي بتأيد لعيبه ومفيش اصلا انشورنس ولا شركات متابعه. لا يا حبيبي، في بوليسات تامين معموله على اللعيبه كلها. ايوه بس بوليسات تامين دي يا ميدو انت فاهم؟ طيب. مش بوليسات تامين اللي بتتعمل في اي دوله تانية عشان لاعب الكوره عشان تامن على ده. كل فرقه كل نادي بيدفع 15000 جنيه كده ويعملوا 30 بوليس. طب هو ده كلام يعني من غير لك كشوفات ولا حاجه؟ 30 بوليس التامين ب 15000 جنيه من غير لا ياكل كشوفات في 30 بوليس التامين ب 15000 جنيه يا عم. بص، كل حاجه طالما الفكر الفاسد موجود اي حاجه ممكن تحصل. النهارده انسيدنت حصلت زي احمد رفعت دي، هل في حد النهارده اتكلم قال يا جماعه احنا لا اللي عندنا ده غلط تعالوا نفوق بقى ونعمل الحاجه صح؟ لا. صح؟ لا. هل لو احمد رفعت ده بيلعب في الاهلي او الزمالك كان هيتساب كده مفيش حد من اتحاد الكره يروح له؟ اشك. صح؟ مفيش حد من اتحاد الكره راح له. اشك. صح؟ طبعا. يعني الحاج عامر حسين مثلا من اسكندريه، صح؟ يعني جنبيه يعني ما راحش لاحمد رفعت ولا مره. انت عارف ده؟ ده معلومه اكيد. يعني الوحيد اللي واقف مع اهله وواقف معاهم وقفه رجاله فعلا ومتواجد بشكل دائم، وده كلام نادر شوقي ليا يعني لسه مكلمني من شويه، حاج مصلحي. حاج مصلحي ما بيسيبهمش، وانا ده مش مستغربه في حاج مصلحي ان هو راجل يعني راجل ابن بلد، وانا عارفه كويس جدا على المستوى الشخصي. وحاج مصلحي بيمثل نادي عظيم اللي هو نادي الاتحاد السكندري. كل الناس بتاعت نادي الاتحاد تحت ايد الحاج مصلحي متابعين حاله احمد رفعت ومتواجدين في المستشفى وبيزوروه وبيعملوا كل حاجه. لكن النهارده واحد زي الحاج عامر حسين مثلا هو موجود عضو في الرابطه وعضو في اتحاد الكوره، فين؟ مش الحاج عامر حسين بس، فين الاتحاد الكوره ان هو هل انتوا عاملين ان انتوا مش من هنا؟ ليه؟ وهل الراجل ده لو بيلعب في الزمالك والاهلي كان هيبقى فيه تجاهل بالشكل ده؟ وهل البيانات كافيه؟ وكلام رابطه الانديه، هل النهارده رابطه الانديه فين دور رابطه الانديه النهارده في ان هي تسن قوانين للاشتراك في المسابقه؟ صح. ما ده برضو جزء من عمل رابطه الانديه. طيب فين دور جمعيه اللاعبين المحترفين؟ المفروض دور جمعيه اللاعبين المحترفين ان هي حتى لو اللعيبه عندها جهل، واسف ان انا اقول كده، في ان هي تحمي نفسها وتحافظ على حقوقها، المفروض جمعيه اللاعبين المحترفين هي اللي تنور لهم الطريق،
وهي اللي تقول لهم زي ما بيحصل في كل حته في العالم. تعرف في اوروبا ان انت لما بتخش مثلا لو مراتك رفعت عليك قضيه، عارف مين؟ لو انت معكش فلوس المحامي وفلوس الكورت، عارف مين اللي بيدفع لك؟ جمعيه اللعيبه المحترفين، لان انت عضو فيها. حتى لو انت لعيب في الدرجه الرابعه، تعرف ان جمعيه اللعيبه المحترفين في انجلترا، انا لعبت مره درجه تانية مع فريق اسمه بانزلي. طبعا. ففوجئت ان انا في البري سيزون بعت لي 4 جزم كوره. فايه ده يا جماعه؟ قال لك ده البي اف اي، ده جمعيه اللعيبه المحترفين، اتحاد اللعيبه المحترفين. فقلت لهم ليه؟ قال لك في الدرجات الادنى عشان هم مش ضامنين ان اللعيبه دي كان افورد ان هم يشتروا جزم، فبيبعتوا لكل لعيبه 4 جزم. يا مفيش حاجه بيسيبوها. احنا كمان بنبعت 4 جزم. لا انا بقى عايز اقول لك ان كابتن مجدي عبد الغني بصراحه بيعمل مجهود وبيعمل حاجات كتيره كويسه بجد. انا مش عايز اقلل من الكلام اللي هو بيعمله، ان انا شفت ان هو فعلا في حالات معينه بيساعدها وكل حاجه. لكن لازم انا كلمت معاه قريب، هو قال لي حقيقي فعلا كلمت معاه قريب وقال لي على مجهود بيحاولوا يعملوا كتير جدا، بس لازم يبقى ظاهر ومقنن بشكل اكبر، بالذات حته التنوير، ان انت تساعد اللعيبه في ان هم يعني مثلا ايه البي اف اي في انجلترا عنده ديبارتمنت كامله بتاهل اللعيبه ان هم بعد ما يعتزلوا يعملوا ايه، قبل ما يعتزلوا هيعملوا ايه، وعم فاتحين الباب لكل اللعيبه المعتزله ان هي انه هيكمل الكارير بتاعه وحياته. لا ان هم يساعدوهم يعني. ان هو يلاقي الطريق بعد الاعتزال يعني. هتبقى مدرب هيدخلك تاخد كوتشنج بادجز، هتشتغل في الاداره هيساعدك ان انت تاخد دبلومه في السبورتس مانجمنت، هتبقى سواق تاكسي قررت ان انت تبقى سواق تاكسي هيساعدك ان انت تاخد الدبلومه بتاعت ان انت تبقى سواق تاكسي، لان انت كنت عضو في جمعيه اللعيبه المحترفين وانت بتلعب. انا اتكلمت مع كابتن مجدي عبد الغني من قريب كده مكالمه طويله قوي الموضوع ده، وحكى لي المجهودات اللي هم بيعملوها، وانا حاسس ان الموضوع شويه اجتهادات كتير قوي شخصيه يعني. انت برضو انت شفت ده بره، هل الكالتشر يعني او الثقافه بتاعه القائمين على اللعبه عندهم الثقافه دي بتاعه ان جمعيه اللاعبين المحترفين دي هو لازم اهميتها ايه يعني. وهل اللاعبين عارفين في مصر لا مش عارف دور الجمعيه دي ايه وينفع يروح له امتى؟ مش عارفين. وهل الجمعيه دي لو جت تقف مع اللاعب ده لاي سبب قصاد الاتحاد مثلا او النادي بتاعه او كذا؟ مش عارفين. عارف ليه؟ لان كان في كونفليكت اوف انترست رهيب لما كان كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد كوره، وكان في نفس الوقت رئيس جمعيه اللعيبه المحترفين. ليه؟ المفروض رئيس جمعيه اللعيبه المحترفين هو اللي بيجيب حقوق اللعيبه، تمام؟ وكابتن مجدي نفسه كان رئيس لجنه شؤون اللاعبين، فاهمني؟ فاهم. فالمحامي بقى قدام القاضي، فاهمني؟ قصه كانت يعني موقف غير صحي يعني. ودلوقتي لما الاتحاد الدولي اجبر الاتحادات الوطنيه ان هي تعمل لجنه فض المنازعات، لجنه فض المنازعات دي عشان ما فيش مشاكل كتير تطلع للفيفا، فهي بتنص ان هي يبقى فيها 12 عضو، 6 بيرشحهم رابطه الانديه، يعني 6 ممثلين للانديه، و6 اللي بيرشحهم جمعيه اللعيبه المحترفين. عشان اتحاد الكره طبعا مش عايز يتعامل مع مجدي عبد الغني، فموقفين اللجنه دي لغايه دلوقتي ما اتعملتش. الاتحاد الدولي بقى بقاله 2 سنين، عشان انا لما بطلع اقول فساد اداري، انا لما بطلع اقول فساد ما بقولش ان حد حرامي، انا بقول ده الفساد، ان انت النهارده تبقى في لعيبه في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه ليهم 20,000 جنيه و100,000 جنيه و80,000 جنيه، مئات القضايا انت موقفها عشان مش عايز تتعامل مع مجدي عبد الغني. ده الفساد بعينه. انت عارف ان مصر من اول 3 دول الاتحاد الدولي طلب منهم في افريقيا يبقوا البايلوت بروجكت بتاع افريقيا من 2019 لغايه دلوقتي. المفروض مصر من ال3 دول المفروض كانوا يبداوا لجنه فض المنازعات في افريقيا. طبعا لجنه فض المنازعات موجوده دلوقتي في اتحادات شمال افريقيا، وموجوده في السنغال، موجوده في كل حته. مش عايزين يعملوها في مصر عشان السبب اللي انا بقول لك عليه ده. الحاجه الثانيه ان ده انا بقول لك السبب الحقيقي يعني. الحاجه الثانيه، انت النهارده جمعيه اللعيبه المحترفين بقى الدوليه بتحذر اللعيبه الاجانب ان هي تلعب في مصر. تعرف ان كده ولا لا؟ عشان اللعيبه ما بتاخدش حقوقها في مصر. عشان اللعيبه ما بتاخدش حقوقها، ما بتعرفش تاخد حقوقها، ومفيش لجنه فض منازعات. المفروض لجنه فض المنازعات دي اللي هي بتصفي بتفلتر يعني بتصفي الدنيا قبل ما المشكله تطلع الفيفا. فدلوقتي بينصحوا اللعيبه الاجانب، بيقولوا لهم لا ما تجوش تلعبوا في مصر. دي زي اللي هي تابع ليه مركز التحكيم في السعوديه، اللي هي المشكله كانت بتاعت حمد الله لما اتحرك من النصر للاتحاد. لجنه فض المنازعات اتدخلت في الموضوع بالزبط. في الاول هي اللي وقفت عشان المشكله ما تروحش للفيفا. بالظبط. هي في الاول اللي وقفت حمد الله، وبعد كده مركز التحكيم دخل هو اللي خفف العقوبه بعد كده. بالظبط.
بالظبط. احنا بقى عشان مجدي عبد الغني راجل محسوب على ناس معينه، وعشان كذا انت بتحبه او بتكرهه، انت كده انت مالكش دعوه. انت تتعامل معاه بمنصبه، تجيبه تقول له رشح 6 اعضاء، وتعمل اجتماعات لجنه فض المنازعات دي، وتبتدي تدرس القضايا، وتبتدي تبقى فير للناس وعادل مع الناس، ومالكش دعوه بيه شخصيته بره. انت عندك مشاكل معاه، كان بيشتغل مع مين، ايا كان، انت مالكش دعوه. بس تصدق فعلا انا شايف ان الموضوع مش بس كمان يعني مش بس الاتحاد يتعامل معاه ازاي، لازم اللعيبه تبقى عندها وعي وعارفه دور لجنه طبعا جمعيه اللعيبه المحترفين. طبعا لازم جمعيه اللعيبه المحترفين قبل كل بدايه، قبل كل موسم تبعت مندوبين للانديه، كل الانديه حتى في الدرجات الادنى، توعي اللعيبه بحقوقها وتقول لهم حقوقهم. وده بيحصل بره على فكره، بس لازم يبتدي ان هو يحصل. انا متاكد على فكره كابتن مجدي، على فكره انا بحب مجدي عبد الغني، كابتن مجدي يعني بحبه. تختلف او تتفق مع شخصيته ماليش دعوه بحاجه، لكن انا كراجل انا بحس ان هو راجل اونست وراجل بيتكلم وبيقول رايه. وواحده من الحاجات اللي عكسته ان هو ان هو بيقول رايه بكل صراحه. احنا شكلنا هنكلم كابتن مجدي عبد الغني يجي يقول معانا اللي ما اتقالش. يا ريت ينورنا ان شاء الله. طب انا عايز اقول لك حاجه في موضوع احمد رفعت ده. يعني اقول لك رايي في الموضوع. يعني هو في الاول في الاخر بني ادم بقى، يعني اللوائح والقوانين والتوعيه والناس اللي ما بتعملش شغلها او بتعمله قبل المباريات وقبل المسابقات، ده موضوع على جنب. بس انا فاكر كويس قوي في الواقعه بتاعت اريكسن لما حصلت وجاله تقريبا نفس اللي حصل، يعني قلبه ضربات قلبه وقفت، صح؟ هو حصل له اسعاف سريع جدا رئيسي في مكانه في الملعب في اقل من ثواني. الكلام ده في خلال انا عارف مين اللي انقذه ولا لا؟ الكابتن الفرقه. عارف ليه؟ عشان عنده وعي المفروض يعمل ايه في حاله زي دي. لا، اللعيبه كلها في ايطاليا وفي اسبانيا وكده قبل بدايه كل موسم بياخدوا فيرست ايد كورس. لا انا بقول لك عنده وعي، الراجل عارف عنده وعي عشان لو زميله ولا اي حد ولا مدرب ولا اي حد وقع. تعرف ان في المملكه المتحده ممنوع اي مدرب حتى فرقه تحت 8 سنين ان هو ما يكونش واخد اللي هو اسمها ايه في كده اللي قبل اللايسنس السي والبي وكده. ده دي في السي. في السي بتاخدها لازم، يعني انا واخدها. بس في زي في الاساسيه، يعني انا واخد دوره التدريب الاساسيه دي فيها اسمها ايه، لايف بيست سبورت ولا بيست حاجه كده، حاجه كده زي موجوده يعني موجوده في كل الدورات الاساسيه اللي قبل الرخص. اللعيبه هي اللي انقذته لغايه هي القصه كلها يعني اول دقيقتين 3. انت قلبك لو وقف اكتر من دقيقتين 3 والدم ما ابتداش يوصل للمخ، ما فيش ما عندكش اي تشانس ان ما يحصلش برين دامج. لازم يحصل برين دامج، انت وحظك بقى. ما هو المخ ده متقسم حتت على فكره، ممكن تجي لك في حركتك، ممكن تجي لك في كلامك، ممكن تجي لك في انت وحظك. ان شاء الله ربنا تضرب فين ان شاء الله ربنا يشفيك ان شاء الله. لكن طبعا الروتين اللي بيحصل بتاع ان تبقى عربيه اسعاف كده ومفيش جهاز صدمات كهربائيه، دي بقى المشكله اللي انا بقول لك عليها. هو الراجل انقذوه، بالنسبه بقى اللعيبه الاسعاف كذا انقذوه اريكسن في اول 3 دقائق. طق هشه توتوس. بالظبط، احنا طق هشه توتوس. صدقني، ومش هنتغير وهنفضل نتكلم، وموضوع احمد رفعت هيتنسي، والناس هتيجي جداد هيجوا برضو كذا، وفي ناس تانية هيحصل لها مشاكل، وربنا كتب علينا كده. هو يعني جزء من عقاب ربنا لينا يمكن، معرفش، ان احنا كمصريين نبقى بنتعامل مع المسؤولين دول. انا ميدو واحنا بنتكلم عن احمد رفعت كده بفكر معاك برضو في فكره وعايز رايك فيها، وانا اقول لك رايي فيها. الفيفا بقى لها فتره دلوقتي بتقبل كتير قوي ماتشات وديه وبطولات وديه انها تدخل في الاعتراف رسميا بانها بطوله من بطولات الاتحاد الدولي، ومباريات زي البطوله اللي هي هتتلعب كاس العاصمه كاس العاصمه اللي هيتلعب، والبطوله العربيه اللي اتلعبت، وفي اوروبا بطولات ومباريات كتير اتلعبت تم الاعتراف بيها من الفيفا سيريز انها كانت مباريات رسميه، صح؟ هل انت شايف زي ما انا شايف انه دي حاجه بتحط بريشر كبير قوي على الانديه وعلى اللعيبه انها ممكن توصل الحال ان اللعيبه دي تخلص بدري؟ يعني انا هديك مثال. يعني انا شايف ان السيزون اللي قبل اللي فات للاهلي مثلا، ده سيزون لو انت فاكر كان فيه اصابات كتير قوي اللعيبه في الاهلي، عمرو السوليه ونص الملعب كله كان فيه مشاكل في الاهلي في السيزون ده. كان فيه اوفرلود، ورك ريت عالي، مباريات كلها مباريات كتير، وفي منها مباريات دوليه، حتى المباريات اللي هي زي البطوله العربيه دي المنتخب راحه، في لعيبه كتير طلعت، عمر كمال عبد الواحد، وفي لعيبه ومحمد عبد المنعم
في لعيبه تم اكتشافها في بطولات زي دي، بس كانت حمل كبير على انديه وعلى لعيبه كتير. انت شايف ده زي ما انا شايفه، ولا انت شايف انه ان اللي بيحصل ده عالميا وحتى قاريا في الفيفا زي السوبر ليج اللي حصل ده برضو حمل على الانديه؟ بغض النظر بقى اتفقنا او اختلفنا على السوبر ليج، انت عارف ان انا مش من الناس اللي مختلفين مش متفقين مع السوبر ليج، بس بغض النظر عن ده انت شايف ان ده صح هل الفيفا طب معلش اسالك انت سؤال، هل الفيفا يهمها ان لعيب الكوره عمره يقصر في الملعب ويعتزل ويتصاب وما يقدرش يلعب والكارير بتاعه يعمل كده؟ لا نظريا بس الواضح لا ما يهمهمش. دول ناس بتوع فاينانس وناس بتوع استثمار، كل همهم ان هم يدخلوا فلوس على قد ما يقدروا للمنتخبات وللاتحاد الدولي وللانديه. اللعيبه they have to stand up for themselves، لازم يقفوا ولازم يبقى فيه، وده اللي بيحصل على فكره دلوقتي. انت عارف ان جمعيه اللاعبين في العالم كله دلوقتي معترضه على النظام الجديد بتاع السوبر ليج، ومعترضه ان اللعيبه دلوقتي هتقدر في لعيبه ممكن تلعب 80 ماتش في الموسم. ف دي الخناقه اللي جايه. عشان كده ما توافقش في اوروبا. الانديه بترد لك الموضوع ازاي؟ مش تبعت لك لعبتها. النهارده في اكتر من 25 لعيب ما راحوش في الاجنده دي، ما راحوش المنتخب لاول مره في التاريخ. لاول مره في التاريخ تحصل. صح، غير ان في اصابات كتير. لا مفيش اصابات. لا في اصابات كمان. احنا يعني انت عندك صلاح وميسي مش رايحين عشان اصابات، ورونالدو لا صلاح مش مصاب، ما تقولش كده ارجوك، ما تقولش كده. صلاح لعب ماتش كامل الماتش اللي فات، لكن صلاح لكن صلاح زيه زي محرز زي لا مش ده اللي اتقال. صلاح بيلعب، هو قال لك ان صلاح بقى نفس الكيس زي 20 واحد تانيين ما جوش. في لعيبه من كوت ديفوار، 2 من كوت ديفوار ما جوش، وفي كذا وكذا. الانديه بترد على الفيفا، انتوا هتعملوا لنا قصص وبتاع وهتعملوا لنا، احنا برضو هنحافظ على لعبتنا عادي. هنطلب. ودلوقتي الاتحادات ما تقدرش ان هي تخش في خناقه مع النجوم بتاعتها، تقدرش. هو ده اللي انت بتقول عليه، ان النجم نفسه هو اللي ستود اب فور هيم سيلف، يعني وقف كده مع النادي بتاعه قصاد المنتخب بس بتاعه. انا قصدي انا هقدر او مش هقدر. بس انا رايي ان لازم يبقى في موقف من اللعيبه بشكل رسمي، وان هم يجتمعوا وان هم يفهموا ان الناس بتاعت الفيفا والناس دول، ولا حتى الانديه ولا كل ده، ما يهمهمش ان انت تبقى وانت عندك 32 33 سنه خلاص، كمل اصابات وكمل المباريات اللي انت لعبتها مش قادر تجري. خلي بالك بقى، في ناس دي كان سرفايف، يقدروا ان هم يخرجوا من القصه دي. ناس معاهم فلوس كتيره جدا زي رونالدو مثلا. يعني رونالدو معاه تيم للريكفري بتاعته، بيحافظ على نفسه. لا معاه تيم بيدفع له السالري بتاع السالاريز بتاعت التيم بتاعه اللي بيخلي باله منه 9 مليون يورو في السنه. صح تمام. ريكفري وتغذيه ونوم كل حاجه وعنده. عارف ان رونالدو بينام مش بينام مش متصل، بينام في توقيتات معينه بعدد ساعات معينه. عنده سليبنج كوتش وعنده منتال، عنده بيقدر يصرف على نفسه. بس في لعيبه تانية غلابه، في لعيبه بتلعب في منتخب جامبيا، وفي لعيبه بتلعب في منتخب ناميبيا، وفي لعيبه بتلعب في بتاع غلابه بيقبض في الشهر 2000 يورو 3000 يورو. هيحافظ على نفسه ازاي؟ هل الاتحاد الدولي بيبص للعيبه دي؟ لا، يعتزل وبتاع ايا كان، انا ماليش دعوه بيك. بس انا حاسس احنا يعني انت صح، بس انا حاسس الكلام ده واحنا قاعدين هنا كلام نظري. هل اللعيبه دي هتقدر تعمل ده؟ يعني لازم يعملوا كده لما هيلاقوا كده. بص، لما يلاقوا عدد الاصابات كتير ويلاقوا ان انا عايز اقول لك على حاجه. تمام، انا الفيفا دلوقتي، الفيفا كانت بتبعت لي في كل الايفنتس، صح؟ وكل الاوكيجنز، صح؟ وكنت ممبر في لجنه تطوير لا في اسمها ايه دي، غير لجنه التطوير، غير ان انا كنت موجود في لجنه التطوير. كنت موجود في كل الاجتماعات الرسميه لتطوير اللعبه وكل الكلام ده كله. اللي هم الفيفا ليجندز او كونجرس، فيفا كونجرس. بالظبط. راحوا هم بلغوا انفانتينو، في واحد مصري راح بلغ انفانتينو وورى له فيديوهات وانا بهاجم الفيفا. ده مصري؟ وانا بهاجم الفيفا. ليه؟ لان كانت بالنسبه لهم مزعج جدا ان ميدو متواجد في الفيفا على طول. هم مش عايزين حد مصري يبقى موجود ابدا، لان هو ده السلاح اللي هم بيلعبوا بيه مع الدوله، مع المسؤولين في الدوله، ان احنا الوحيدين اللي عندنا نتورك، احنا الوحيدين اللي عندنا كونكشن وبتاع. لكن انا ما يهمنيش. الفيفا كمان لقوا ان انا دمي تقيل، يعني
ما بسكتش. فالاجتماع اللي كان فيه الليجندز اخر مره في لندن كنت موجود، وقلت قلت لانفانتينو، قلت له انت بتعمل ايه؟ انت اللي انت بتعمله انت بتدمر الكره في افريقيا. قلت كده لانفانتينو. كان ساعتها بوبان هو اللي كان قاعد، بوبان كان هو اللي مكان ارسن فينجر، كان هو اللي ماسك اللجنه بتاعه التطوير دي، دلوقتي مسكها ارسن فينجر. وقلت لبوبان انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلت له انت افريقيا كان ساعتها لسه كاس عالم 2018 خلصان، كان بعد كاس عالم، كان الكلام ده في 2019 او 2020. 2020 بتهيألي، ساعه ما كان الفيفا بيست اووردز كان في لندن. فقلت لهم انتوا بتدمروا الكوره في افريقيا. فقال لي ليه؟ قلت له لان انتوا سايبين الناس اللي تدير الكوره في افريقيا ناس كلها فساد ورشاوي للحكام، ومسابقات غير منتظمه، وبطولات قاريه تعبانه. قلت لهم كل الكلام ده. وبعدين قلت لانفانتينو وهو بيتكلم معايا، حتى انفانتينو في الاجتماع قال لي ميدو ليتس توك ليتر. قلت له نو، ام نوت جونا توك ليتر، قلت توك ناو فرونت اوف ايفري ون. انت ليه عاملين نظام ان اللعيبه اللي من امريكا اللاتينيه تقدر تروح اوروبا وهي عندها 16 سنه، واللعيبه اللي في افريقيا من افريقيا 18 سنه؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان انتوا عايزين تعطلوا اللعيبه، تطور اللعيبه بتاعت افريقيا. قلت له ليه ما تفتحها للعيبه الافارقه ان هم يروحوا وهم عندهم 16 سنه زيهم زي اللعيبه اللي في امريكا اللاتينيه؟ ليه حاطط ريستريكشنز ان اللعيبه في افريقيا لازم تكون تمت 18؟ قلت له اللعيبه مستواها بيتدهور من السن من 16 ل 18، وانت عارف كده كويس قوي، ورحت قايل له حتى ساعتها كان دروجبا قاعد جنبي وجيريمي وبتاع، ودروجبا بصراحه اتكلم في 2 عجبوني رجاله ما خافوش، دروجبا وايمانويل امونيكي. اتكلموا وقالوا احنا وي اجري وذ ميدو، وهم كلهم موجودين، احنا وي اجري وذ ميدو لازم تغيروا السيستم ان اللعيبه الافارقه ان هي تسافر من سن 16 سنه والكلام ده كله. وقالوا ان ده يعني كان ساعتها في 2018 مفيش ولا فريق افريقي عدى الدور الثاني، يعني كل الفرق بتاعت افريقيا طلعت من الدور الاول في 2018 على فكره. وهم كان ليهم اي رد فعل الناس دول؟ هو يعني ايه، هم خلي بالك بيعملوا الاجتماعات دول عايزين ايه؟ ان الليجندز اللي موجودين دول بقى هم ايه؟ الفيفا من الاخر. وانا بشوف دلوقتي ناس مصريين فرحانين ان هم في الفيفا وبتاع، انت فرحان ان انت رايح تتصور؟ انت ليك دور، لازم يبقى ليك دور. إيه يعني انت مش فاهم ايه الصوره دي هتزودك ايه يعني؟ انت مش فاهم. على فكره الاتحاد الافريقي دعاني للاوبننج بتاع بطوله افريقيا اللي فاتت، رفضت ان انا اروح. فعلا رفضت، ومعايا الايميل بعتنه لي ان احنا وانت ليه رفضت؟ ودعوني في الختام مع حسام حسن. وانت ليه رفضت؟ لان انا مش عايز يبقى ليا اي تداخل مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ده انا في رايي يعني اتحاد فاشل، واتحاد كل همه ان هو يدخل فلوس للاتحاد الافريقي، ان عن طريق بقى البرودكاستنج، عن طريق البطولات اللي بيعملوها في اوقات غلط، عن طريق كل حاجه. يعني انت موافق معايا ان السوبر ليج ما كانش المفروض تتعمل زي ما حصل في اوروبا بالظبط، ان الانديه وقفت؟ يا عم احنا بيجربوا في اللعيبه الافارقه زي الفيران. اسمع كلامي، يعني ايه انفانتينو كده؟ اقول لك بصراحه، انفانتينو معارض لفكره السوبر ليج في اوروبا، تمام؟ وموافق عليها في افريقيا؟ مش موافق بس، ده هو اللي انشا المشروع في افريقيا مع موتسيبي. بس دي انا في رايي بوليتكس، ان هو كمان بيضغط على اوروبا بيها. يعني انا شايف ان انفانتينو ولا هيضغط بيها ولا بيضغط ولا بيعمل. هو انفانتينو بالنسبه له افريقيا دي هو بيلم منها 75 76 صوت في الانتخابات، حاططهم كده في جيبه، فوزي لفجع وهنا ابو ريده وموتسيبي، دول 80 صوت في جيبه كده، هو داخل الانتخابات، تمام؟ وبيروق الناس دي، بيدلعهم. هي دي الفيفا، وهو الفيفا ماشيه كده. انا بقول لك دي الحقيقه يعني، والاتحاد الافريقي ماشي كده. ايه اللي النهارده؟ قول لي حاجه واحده. الاتحاد الموتسيبي ده اول لما مسك قال لك، انا عايز اسالك سؤال، هم الاتحاد الدولي ناموا بالليل كده وبعد 35 سنه صحيوا الصبح اكتشفوا ان عيسى حياته حرامي وفاسد؟ قولوا لي يا جماعه. لا اكيد صح ولا هم كانوا عارفين ان هو حرامي؟ لا. كان كل ده قدامهم؟ لا يعني صح؟ اكيد ما اكتشفوش فجاه. طيب جابوا احمد، صح؟ احمد ده الصبي بتاعهم، ناموا بالليل كده صحيوا الصبح اكتشفوا ان هو حرامي وفاسد؟ ولا هم عارفين ان هو راجل كان في المغرب وقصته وحكايته عارفينها من داي 1؟ صح؟ بس لما ابتدى ان هو خلاص يفقد اللي هم عايزينه منه، راحوا ايه؟ ضاربينه وشالوه. وانا بقول لك ان موتسيبي
جاي بينفذ اجنده بتاعت الاتحاد الدولي وبتاع، ولما خلاص رونقه هيروح وكذا هيروحوا مغيرينه. دي البوليتكس بتاعت الاتحاد الدولي مع احترامي الكبير يعني، منذ قديم الازل كلها بوليتكس. وازاي ان احنا ندخل سبونسرشيب، وازاي ان احنا ازاي ان احنا ندخل الفلوس، وازاي ان احنا نعمل بطولات، وازاي ان احنا نعمل كذا، وازاي ان احنا نستغل لعيبه. يعني هي دي قصتهم من ايام هافلنج، وبعد كده بلاتر، وبعد كده دلوقتي انفانتينو لا يختلف في اي شيء عن بلاتر وعن هافلنج. هم نفس هو ماشي بنفس وعلى فكره هو الصبي بتاعهم، وهو يعني كان شغال معاهم. انفانتينو كان شغال مع بلاتر ونفس المدرسه، بس هو ذكي جدا وبيعرف يضحك، متجوز ست لبنانيه مفهماه الحته دي عامله ازاي، وازاي يطلع فلوس من الحته دي وبتاع وكل حاجه. لكن هو راجل النهارده يهمه اللعيبه ولا حاجه، ما يهموش اللعيبه. وفي ناس في افريقيا بتساعده ان هو يوصل لاهدافه طالما ان هم مستفيدين ومعروفين بالاسم يعني. بس بقى ايه الجدع اللي هو يفيد نفسه ويفيد بلده، صح، زي فوزي لقجع، صح. يعمل يستغل النفوذ اللي عنده ده في ان هو يفيد بلده. انا دايما بتفق معاك في موضوع فوزي لقجع ده، لان هو مش الراجل بشخصه ولكن بصفته. زي ما انت بتقول هو ممكن بشكل او باخر ممكن يكون مستفيد في منصبه في اي حاجه، ده مش موضوعنا ان هو زي ما انت بتقول بيفيد بلده. طبعا انا بحترم طور الكوره، طور المحتوى التدريبي، عنده مدربين كبار جدا قادرين ينافسوا مدربين اوروبيين. بقى عنده مدرسه اللي محمد السادس، مدرسه الكوره صح كده، عنده مدرسه اكاديميه محمد السادس بقى بيطلع منها لعيبه كلها 80% مثلا في المنتخب دلوقتي. الناس بقى بتوعنا عملوا لنا ايه؟ قول لي عملوا لنا ايه؟ ما عملوش اي حاجه. قول لي عملوا لنا ايه؟ ولا حاجه. يعني انا مع احترامي الكبير للناس، عملوا لنا ايه؟ ايه التطوير اللي عملوه؟ ايه لما النهارده كده اقارن بين مواقف وشو، حتى موتسيبي نفسه، موتسيبي دلوقتي بيطور الكرة في جنوب افريقيا بشكل جامد جدا. طبعا مستغل نفوذه، مستغل كذا، وحتى لو مش مستغل هو بيطور يعني تاني بيطور. حتى لو مش مستغل هو بيطور الكوره، بيطور البنيه التحتيه، بيستغل النتورك بتاعته. بالظبط، مستغل النتورك بتاعته. طيب بالظبط كده. احنا بقى الناس دي عملت لنا ايه؟ قول لي عملت لنا ايه؟ انت عارف انا اقول لك عملت ايه او ما عملتش ايه؟ انا شايف انها على الاقل تغش من الناس دي. مفيش يا عم هي مش مهم عملت ولا ما عملتش، تغش من الناس دي. والله ما في نيه، انه بقول لك ما فيش نيه ان هم يعملوا حاجه للبلد، وقصدهم ان هم يقفلوا النتورك دي عليهم عشان هو ده مصدر قوتهم مع المسؤولين في الدوله. لما الناس بتتزنق بتروح لهم تقول لهم كلموا لنا كذا وبتاع، وده ما عندهمش اي مصدر قوه تاني. فاهمني؟ فاهم، بس الكلام ده معناه ان احنا كده مش هي دي القصه. وانا بقول لك الناس دي بنسبه كبيره يرجعوا يديروا الكوره في مصر تاني. قول ميدو قال بنسبه كبيره عندهم تشانس كبيره، يعني تشانس كبيره ان احنا نرجع للتاني اللي قلنا عليه. في اتجاه كده انا حاسه ان ممكن يرجع.